طبعا الآلاف من أهالي بغداد مثل ما شفتوا الفيديو يشيعون الراحل مصطفى سعدون حارس نادي النفط والمنتخب الأولمبي العراقي عن عمر يناهز 27 عاما، وسبب الوفاة كانت انه تجلط بالدماغ اللي اصيب اعتقد بالتمرينات حسب ما قرأت بعض المصادر. نقل الى اثرها المستشفى وكانت حالته الصحية كلش تعبانة وكلش مدهورة، وداولت الأخبار قبل تقريبا أسبوع صوره وهو بالمستشفى، وشفنا تفاعل كلش رهيب البارحة واليوم بسبب وفاته. راح يسألني واحد هو ليش الناس تفاعلت وليش الناس دا تحكي بي، لأن وبالإضافة إلى أنه هو مو مشهور وليس حارس المنتخب العراقي وما سامعين به قبل. السبب هو مصطفى إنسانيته أكبر من شهرته. مصطفى إنسانيته اللي كانت أيام الثورة كان هو بالخط الأمامي مع المفرزة ومع الطبية، مثل ما شفنا هاي المقاطع الفيديو، وحقيقة الناس دائما تشهد بإنسانيته وطيبته، وهذا الشيء حقيقة شفناه من خلال المقاطع اللي نشروها إليه. لكن أكثر كلام عجبني اللي نشرته أحد البيجات على لسان صديقه، وكلام كلش حلو مؤثر، إذا أقدر أقرأ لكم إياه. لا تقولوا لأمه مات مصطفى، بلغوها إنه أرسل في مهمة إنسانية، قولوا لها سيعود مصطفى، فمثله لن يموت في القلوب، آسروها القول إن أثره العظيم لا يناله إلا ذو حظ عظيم، خففوا عنها هول الصدمة بقولكم إنه حينما حرك يده كانت الوصية التي لم يكتبها، احفظيها على ظهر قلب، يقول فيها الفقراء المرضى والمحتاجين يا أماه، أما دماغه الذي صمت يا أماه فسيلهج بفخر أمام الله، أوليس الفقراء أحباب الله وهو الذي كان راعيا وملجأ لهم. حقيقة كلمات كلش رهيبة تختصر إنسانية مصطفى، وهذا السبب اللي خلى أكثر العراقيين يتعاطفون وياه. بنهاية الفيديو حبيت أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ربي يرحمك ويرحم كل موتى العراق والناس أجمعين يا ربي، وخلي مثل ما ننشر دائما مقطع وفاة أحد الأشخاص نكتب التعليقات رحمة واستغفار إليه. نشوفكم فيديو ثاني، مع السلامة.